يا مصطفى، يا مصطفى، هاتلي العلاج يا ابني بتاعي عشان اخده، لحسن ما اكلتش اي لقمة من الصبح ولا خدت العلاج بتاعي. وهاتلي لقمة يا ابني عشان اكلها قبل العلاج. جرى ايه؟ هو كل شوية يا مصطفى يا مصطفى عمالة تنادي عليا من الصبح، زهقتيني في عيشتي. ما عادش وراكي خير يا شيخة؟ وبعدين انا كنت في الشغل وجاي تعبان وزهقان وقرفان. وبعدين انت ناسية ان بكرة دخلتي وانا عريس جديد ولا ايه؟ ناسية ان مراتي الجديدة جاية بكرة؟ مش كفاية الجوازة الاولانية اللي انت بوظتها لي؟ انا يا ابني بوظت لك جوازتك؟ الله يسامحك يا مصطفى، ما عملتش حاجة والله يا ابني. ايوه انت اللي بوظتي جوازتي الاولانية، انت اللي كنت السبب، كنت مزهقة مراتي في عيشتها لحد ما طفشت يا شيخة. بقولك ايه، في موضوع مهم جدا لازم اتكلم معاكي فيه. موضوع ايه يا ابني؟ انا سامعاك اهو يا حبيبي. بصراحة كده مراتي الجديدة جاية بكرة وانا ما عدتش عايزك تقعدي معايا هنا في البيت، شوفي لك اي حتة تانية روحي عيشي فيها، ما عادش ينفع تعيشي معايا. كفاية بوظتي جوازتي الاولانية. انا عايز مراتي الجديدة كده تيجي تلاقي البيت فاضي وحلو عشان تاخد راحتها كنت كده وتبقى مبسوطة، ولا انت عايزة تبوظي لي الجوازة دي كمان؟ امشي؟ عايزني امشي من بيتي يا مصطفى؟ هروح اقعد فين بس يا ابني؟ ده بيتي، انت بترميني. ماليش دعوة، اتصرفي، روحي عيشي مع اي حد من اخواتك ولا خلانك، ما انت اخواتك الصبيان كتير، روحي عيشي مع اي حد منهم. ما انا مش هفضل واقف بقى اتفرج وجوازتي التانية بتبوظ كمان. الوضع ده مش هينفع، الوضع ده هيبقى صعب جدا، وانتوا ما يرضيكيش يعني ان ده يحصل لي. انا ما صدقت ان انا لقيت واحدة توافق عليا وانا في الظروف دي. يا ابني والله ما بوظتلكش جوازتك الاولانيه ولا حاجه، دي مراتك هي اللي كانت صعبه وكانت كل شويه تتخانق معايا وتجر في شكلي. انت ليه بتتهمني ان انا اللي بوظت جوازتك؟ وبعدين يا ابني انا هروح اقعد عند مين من اخواتي؟ دول عيالهم كلهم كبار، ومين اللي هيستحملني؟ مراتاتهم مش هيستحملوني. اذا كنت انت ابن ضنايا وعايز ترميني، يبقى هما الست الغريبة هي اللي هتستحملني يا ابني. ماليش دعوة، اتصرفي، انا ما عدتش عايزة اشوف وشك هنا في البيت، تروحي عند اخوك تروحي عند اختك، انا ماليش دعوة. الله، انت هتفضلي قاعدة لي في البيت هنا على قلبي؟ يا ابني انا بقيت كبيرة، محدش يقدر يستحملني وليا طلباتي الخاصة. انا قاعدة هنا في بيتي يا ابني معززة مكرمة، محدش يذل فيا ولا يتضايق مني. اقولك روحي عند اختك، انت بتحب اختك وهي بتحبك وهتبقي مبسوطة هناك، وهي كمان هتبقى مبسوطة بيكي، وتقعدوا تتكلموا وتتبسطوا مع بعض. يا ابني اختي ايه بس اللي اروح اقعد عندها؟ دي جوزها قاعد معاها في البيت وعيالها كبار، محدش هيستحملني يا ابني ولا هيطيقني. خلاص، طالما انت بقى مش عايزة تروحي عند اخواتك الصبيان ولا عند اختك، انا مفيش قدامك غير حل واحد، الحل ده بقى هيريحك خالص. حل ايه ده يا ابني؟ عايز توديني فين؟ هوديكي مكان محترم، دار مسنين، هيرعوكي وهيعالجوكي وهتلاقي ناس بتتكلم معاكي وناس من سنك، وهدفعلك شهرية كمان كل شهر، وهتبقي مبسوطة جدا هناك. دار مسنين؟ اخصى عليك يا مصطفى، يعني بعد العمر ده كله يا ابني عايز ترميني في دار مسنين؟ دي دار المسنين دي بيروحوها الناس اللي ملهاش اهل ولا ليها عيال ولا ليها حد خالص، لكن انا ليا بيتي يا ابني اقعد فيه. كده بترميني يا ابني، كده بترميني. يا خسارة تربيتي فيك وتعبي فيك السنين دي كلها، يا خسارة البطن اللي شالتك يا مصطفى. ده انا يا ابني قاعدة في حالي، ما بطلبش حاجة منك ولا بزهقك في عيشتك، ومراتك الجديدة يا ابني هشيلها فوق راسي ومش هطلب منها اي حاجة، بس سيبني قاعدة هنا في بيتي، ما تذلنيش للي يسوى واللي ما يسواش. مش فاهم والله، انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ ايه يعني بوديكي دار مسنين؟ هو انا برميكي في الشارع؟ ده انا بوديكي مكان محترم وغالي وفيه رعاية وفيه كل حاجة. ما هو اسمعي بقى اما اقولك، قعد في البيت ده ما عادش هينفع، ما عادش عايزه اشوف وشك في البيت. يلا حضري شنطتك كده وجهزي نفسك عشان اخدك اوديكي. كده يا ابني؟ مصمم برضو؟ طيب يا مصطفى اللي انت عايزه يا ابني،
انا هقوم احضر شنطتي وتعالى وديني مكان ما انت عايز. ايوه كده، افرحي بقى وانبسط، ده انا موديكي مكان ايه غالي وفخم احسن من البيت كمان 100 مره. بس بقولك ايه، واحنا نازلين على السلم مش عايز حد من الجيران يعرف انت رايحه فين. اللي يسالك قولي لهم انا رايحه عند اخويا، عند اختي، عند اي حد، علشان ما يبقاش شكلي وحش يعني قدام الناس. حاضر يا ابني، مش هقول لحد اي حاجه، اللي انت عايزه. ويلا بقى بسرعة جهزي الشنطة عشان اخدك اوديكي، عشان انا مش فاضي، انا ورايا تجهيزات كتيرة جدا عشان الفرح بتاعي. انا فرحي بكرة، انت نسيتي ولا ايه؟ لا يا ابني ما نسيتش، حاضر هقوم احضر الشنطة اهو. ربنا يسعدك ويوفقك يا ابني في حياتك الجديدة. هو انا يعني هعوز ايه من الدنيا غير انك تبقى سعيد ومبسوط؟ ربنا يسعدك ويرزقك بالذرية الصالحة يا ابني. ازيك يا حماية؟ اخبارك ايه؟ انا بخير يا ابني الحمد لله. امال عروستي فين؟ امال مش هنجهز نفسنا بقى ولا ايه؟ عروستك جوه يا ابني بتغير هدومها. امال امك فين يا ابني؟ امي قاعدة عند اخواتها. قاعدة عند اخواتها؟ انت متأكد؟ ايوه طبعا عند اخواتها. امال هتكون فين؟ دي قاعدة عندهم شوية كده، وهتيجي يعني. انا بصراحة مصدوم فيك، انت كذاب. يعني مش كفاية اللي عملته في امك وكمان بجح رايح ترميها في دار المسنين وكمان جاي تكذب عليا يا كذاب؟ بصراحة كده انت ما ينفعش تتجوز بنتي، انا ما اقدرش امن عليها مع واحد زيك، انت ما تستاهلهاش. اذا كنت انت رميت امك امال هتعمل ايه في بنتي؟ انا مش عارف بصراحة اقول لك ايه، انت انسان غير امين بالمرة. بصراحة كده انت ما ينفعش تتجوز بنتي، اذا كنت انت رميت امك هتعمل ايه مع بنتي؟ مفيش جواز، انا ما اقدرش امن عليها معاك. لما تبقى تروح كده ترجع امك وتستسمحها وتراضيها ساعتها ابقى افكر ان انا اجوزك بنتي. طب بس اسمعني يا عمي ارجوك، اديني فرصة تانية. انا عملت كده علشان مراتي تبقى مرتاحة واخدة راحتها، محدش يزهقها. انا كنت مفكر انكم مش هتوافقوا على وجود امي معايا في البيت. ارجوك اديني فرصة، وانا هروح لامي واستسمحها وراضيها وارجعها البيت تاني. زي ما قلتلك لحد ما والدتك ترجع البيت وتبقى معززة مكرمة ومسامحاك وراضية عنك، غير كده مفيش قابلنا اي كلام، بعد كده نتكلم، مالكش عرايس عندي. وكده خلص الموضوع، يلا اتفضل من غير ما ترد، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اطلع بره، اطلع بره بيتي. علشان خاطري يا عمي سيبنا بس نتكلم بالراحة، ما تعملش كده. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ وانا بكرة ان شاء الله هروح اجيب امي وارجعها البيت. لحد هنا وخلص الكلام، قلتلك يلا اطلع بره. ده ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ايه اللي انا عملته في امي ده؟ فعلا انا استاهل كل حاجة وحشة. استاهل ان الراجل فعلا ما يوافقش انه يجوزني بنته بسبب اللي عملته في امي. انا فعلا انسان غبي ووحش. انا فعلا غلطت غلطة كبيرة جدا، مش عارف هستسمح امي ازاي وهوريها وشي ازاي، مش عارف اعمل ايه. قولولي يا جماعة من فضلكم، اعمل ايه واكفر عن غلطتي دي ازاي؟ اعمل ايه؟ قولولي.